الله يمسيكم بالخير. بكرة مثل هذا الوقت بيكون نازل إصدار iOS 11، واللي ما يعرف الرقم السري حق الاي كلاود ما يقدر يحدث. الآن جايب لكم طريقة اللي ما عنده رقم الباسورد أو مضيعة يقدر إنه يسوي له استعادة ويحط رقم جديد. بنشوفه سوا. الخطوة الثانية، تدخل الإيميل حقك الاي كلاود المقفل فيه وتضغط على نسيت الابل اي دي، وبعدها يطلب منك الرقم السري للجهاز، ولازم يكون الجهاز يكون مقفل برقم سري للشاشة. بعد كذا تدخل الرقم السري للشاشة ويطلب منك رقم سري للابل اي دي، وكذا تنحل عندك المشكلة. لازم يكون الجوال نفسه مفعل عليه الاي كلاود والعثور على الايفون، ويكون مقفل برقم سري. كذا تضبط امورك وان شاء الله تنحل عندك المشكلة.